السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا نزلت النهاردة، وطبعا زي ما انتم شايفين الكوسة شكلها حلو قوي. جبت كيلو كوسة، ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. طبعا الكوسة الحجم اللي انت عاوزاه هتجيبيها وتقشريها كده بالسكينة او بالمعشرة، وبعدين تقطعيها بس تكون سميكة شوية. تغسليها كويس. عندي بصلاية قشرتها وقطعتها شرايح، وادي توم فرمته، وفلفل فلفل اخضر حامي وبارد بتقطعيه شرايح كده. حطيت الكوسة وعليها الخضار، هبتدي احط كل حاجة على بعضها، الكوسة وعليها الفلفل وعليها البصل والثوم. حطيت ملح وفلفل اسمر، وهبتدي ادعكهم كده كلهم في بعض. عندي فرمت طماطم في الخلاط، بحطها عليها كده، وطبعا بهز الصينية شوية. بحط رشة زيت، انا مولعة البوتاجاز كده. بعد ما خلصت يعني دخلت في السوا، حطيت فيها اللحمة اللي كنت سلقاها وحطيتها في الفرن، يا دوبك اتشمعت، ودي النتيجة. ريحتها وطعمها طبعا مش قادرة اوصفلكوا. وعملت جنبها رز بالشعرية، هقولكوا على طريقته دلوقتي. وعملت جنبها بتنجان مخلل. طبعا بتنجان دوت حشر نفسه في كل حاجة. بالنسبة ليا انا اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف اعمل الرز حلو. كنت دايما بسأل هو بيتحط له ميه قد ايه، هو بظبطه قد ايه. تعالوا النهارده للناس اللي المبتدئة واللي لسه متجوزة تتعلم معايا ازاي تعمل الرز. هنعمل النهارده الرز بشعرية. بجيب اول حاجة كوباية شعرية، وبحمرها في حبة زيت او حتة سمنة كويس قوي، وبحط عليها الرز اللي انا هعمله. مثلا انا عملت 3 كوبايات رز، يبقى لازم احط 3 كوبايات مية، وبسيبه لما يتشرب. البتنجان ادي المخلل الرز ابو طبعا احنا شعرية كنا بنشتريه عاملاه اسود، سوا، لكن الابيض طلع وادي احلى طبق بكتير كتير من باللحمة، الاسود. الله على وجربوه الجمال. هتشوفوا الفرق. يلا يلا تعالوا كلوا بينا معانا، نشوف الفرق. وبالهنا والشفا. بتجيب سلام. البتنجان الابيض زي ما انتوا شايفين، او ابو خد احمر. الحجم اللي انتي عاوزاه براحتك خالص. وبنضفه وافتحه، يعني بشقه كده بالسكينة وبغسله كويس قوي وبقليه. وبعدين بحط له دقة توم على خل على ليمون على ملح على كمون.